اللي حصل معايا ما حصلش مع بني آدم. دي كانت آخر كلمات اللاعب المصري أحمد رفعت في آخر ظهور ليه. ما حصلش مع مش مع لعيب، مع بني آدم يعني. يعني خلينا بقول لك ده في الوقت المناسب. فيا ترى إيه اللي حصل له وإيه السبب الحقيقي وراه فاته؟ من فترة اتحسن اللاعب المصري أحمد رفعت وظهر في تدريبات مودرن فيوتشر، وكلنا افتكرنا انه خلاص تجاوز الأزمة وهيرجع يتمرن ويرجع الملاعب من تاني، لكن بنتفاجئ كلنا النهاردة بخبر وفاته. النهاردة السبت 6 يوليو 2024 تم الإعلان عن وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر عن عمر 31 عام نتيجة مضاعفات أزمة قلبية اتعرض ليها من 4 شهور. ووالدة اللاعب قالت انه كان بيتفرج عادي امبارح على ماتش مع زمايله، وبعد كده طلب منها طبق فاكهة علشان يتعشى وينام، علشان ترجع تلاقيه في الأرض وقلبه متوقف تماما. كل الأطباء بيأكدوا ان اللي حصل لرفعت ده طبيعي، وان المعجزة انه اصلا فاق في المرة الأولانية ورجع وبقى كويس، وانه طبيا كان وارد جدا يحصل كده. طبعا قضاء الله ولا رد لقضائه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن في حالة جدل كبيرة على السوشيال ميديا بسبب آخر ظهور لأحمد رفعت مع إبراهيم فايق على قناة MBC. اللقاء ده كان فيه تصريحات كتيرة تستحق التفكير فيها الصراحة، زي ما صرح رفعت بنفسه وقال ان اللي حصل له مش بسبب ضغوط الحياة او ضغوط الكورة العادية، وان اللي حصل معاه ما حصلش مع بني آدم. رفعت قال ان اللي حصل له بسبب أزمة نفسية وضغط شديد اتعرض ليه بسبب اشخاص في الكورة وناس في مناصب كبيرة على حد وصف اللاعب نفسه، بس للأسف مش هيقدر يصرح عنهم. احمد اكد كمان ان دكتوره احمد اشرف وكابتن هيثم وكل الناس في نادي فيوتشر عارفين كويس ايه اللي حصل له ومين ورا الظلم اللي اتعرض له، بس يا ترى ممكن حد فيهم يتكلم؟ لكن لما حكيت لدكتور احمد قصه كنت عنده من فتره، يعني حوالي اسبوعين مثلا، فحكيت له اللي حصل معايا بالظبط. مطالبات كتيرة على السوشيال ميديا للناس اللي عارفة الحقيقة بالتدخل. من أبرز المطالبات دي مطالبة الصحفي محمد الجزار صحفي الوطن، اللي كتب على إكس أو تويتر وقال: لقاء أحمد رفعت في التوقيت ده مع إبراهيم فايق أكيد رسالة مهمة وكبيرة علشان حقه ما يضيعش من اللي أذوه نفسيا ودمروه بالشكل ده. صحيح إن الأجل مكتوب ومؤمنين كلنا بده، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لكن أتمنى إن التفاصيل اللي حصل مع رفعت واللي عارفها كويس دكتور احمد اشرف والكابتن هيثم وكل الناس في نادي فيوتشر ما يمرش مرور الكرام، ويتفتح تحقيق عاجل وفوري ويتحاسب المسؤول عنه مهما كان مين. وانا شخصيا بضم صوتي لصوت محمد الجزار وبطالب بتحقيق علشان نفهم ونعرف مين السبب الحقيقي اللي عرض شاب في السن ده لمعاناة وضغط شديد اتسبب في النهاية بوفاته، ده غير معاناته ال4 شهور اللي فاتوا مع دعامات وجهاز متركب في القلب وكمية أدوية وحسرة قلب أهله عليه. مش عارفة هتوافقوني في الرأي ده ولا لا؟ عامة شاركوني رأيكم وأفكاركم في التعليقات، وقولوا لي تفتكروا مين مسؤول عن اللي حصل لأحمد رفعت. إنا لله وإنا إليه راجعون. دعواتكم ليه بالرحمة والأسرته بالصبر، وربنا يجعل مرضه ودعاء الناس شفيع ليه. ما تنسوش كمان تدعوا لقرابة 40,000 شهيد وذويهم والنازحين والمستضعفين في كل مكان بالرحمة والصبر والنصر.